فريق الرجاء الرياضي البيضاوي الذي يستقبل فريق اتحاد طنجة في مواجهه قويه، في مواجهه كتعرف حضور جماهيري، جماهير فريق الرجاء بقوه، وكذلك الجماهير التي انتقلت مدينه طنجه لمسانده فريق اتحاد طنجه. تعطى الطريقه ديال هذه المواجهه، الكره اللي فاتت فريق الرجاء عند عبد الله خفيفي، كيلعب الكره طويله، محاوله لفائده فريق الرجاء، انطلاقه الدخول داخل المسطح العمليه، فرصه تدخل وابعاد الكره، ممتاز بلال الودغيري هو اللي دخل امام المهاجم النيجيري ماتياس اويوتسي. هذه فرصه ممتاز لاعب محمد بولكسوت رفع الكره داخل المسطح العمليات، البحث على امكانيه تسديد من طرف لاعب اوسمان ساكو، لكن تغطيتها اجواء جميله، حماس كبير. وهذه فرصه ومحاوله لفائده فريق الرجاء، ماتياس محاوله للتمرير، تدخل الدفاع والكره في الشرط طويله في اتجاه لاعب ماتياس، دائما لفائده فريق الرجاء. اوسمان يسدد فرصه مرات جانبا، باب اوسمان ساكو يسدد بكل قوه، الكره مرات جانبا، حاول انه يفاجئ الحارس امين الوعد، لاحظوا يسدد بكل قوه، الكره مرات جانبا. الحكم كيطلب وسط اللقاء ما كاينش هناك خطا، هذه فرصه محاوله تمريره، لكن تدخل الحارس، تمريره جديد. اوسمان ساكو رفع الكره داخل مسطح العمليات عند اللاعب ماتياس، ما تمكنش من الكره. ماتياس اويوتس الموسم لعبت كره طويله من زكريا كياني على مستوى عجين وصرا، الكره طويله لكن لؤي المساوي تمكن من الوصول الى الكره، محاوله البحث عن امكانيه التسديد بيسار في اتجاه لاعب باب اوسمان، لكن ممتاز المدافع زكريا كياني اللي كان تغطيه ممتاز، يسعى لتنفيذ لعبه كره دائريه راسيه، فرصه عبد الله خفيفي في المكان المناسب يضع الكره في الشباك، هدف اول لفائده فريق الرجاء من كره ثابته من ركنيه، كيتمكن فريق الرجاء من استثمار هذه الفرصه، استثمار هذه المحاوله، ووضع الكره في شباك الحارس امين الوعد، ما تمكنش من ابعاد الخطوره وابعاد الكره. 1-0 لفائده فريق الرجاء، فرحه كبيره جماهير ديال الرجاء الرياضي البيضاوي واللاعبين وكذلك الطاقم التقني اللي غادي يبحث على الحلول. هذه فرصه تمريره في اتجاه اللعيب كريم القروش وتدخل الحارس مهدي الحرار. ديال ماتياس، خدا الكره ماتياس غيحاول يدخل، تدخل الحكم المساعد رافع رايه كيعلن الخطا لفائده فريق الرجاء، تدخل على مشارف حكم المباراه يمكن يشوفها، متابع من جديد، تدخل امام اللاعب النيجيري ماتياس من طرف بلال الودغيري، اعتقد بطاقه حمراء الطرد في صفوف فريق اتحاد طنجة. بلال الودغيري، بيصر حليبي كيلعب كره دائريه، فرصه راسيه، تدخل وابعاد الكره للركنيه، الركنيه لفائده فريق الرجاء، تلعبات وتنفذت بشكل ممتاز، كيلعب الكره دائريه، خروج الحارس ممتاز، الحارس امين الوعد في استرجاع الكره وكذلك على المستوى الدفاعي. ماتياس كان هناك لمسه يد وخطا لفائده فريق اتحاد طنجة. كذلك القراءات ديال خوسي بيلا لوبيز، كاس كونفدراليه، الكاس الممتازه، كاس افرو اسيويه، دوري ابطال العرب، فدائما كان هناك حضور متميز على مستوى جيربنا عند اللاعب عبد الحميد معالي رفع الكره، فرصه محاوله، خروج الحارس المهدي الحرار، صيف 88 وراء الوداد كاس العرش كان وصل الدور النصفي. هذه فرصه محاوله مرات جانبا، فرصه اللقاء مؤجل واللي غادي يعطينا الصوره. هذه فرصه محاوله تمريره من طرف لاعب عبد الحميد معالي، تدخل الدفاعي بعد محمد بولكسوت بيصر حليمي، انطلاقه ديال معاذ الضحاك، هناك وضعيه تسلل، معاذ الضحاك بحث عن امكانيه المراوغه، زكريا كياني كينتظر مسانده التمريره، هذه فرصه تسديده ولكن ما كانش بشكل جيد من طرف المهاجم كريم القروش اللي حاول انه يسدد لي المرمى، محاوله اخراج الكره من طرف سينيكي سانوغو، هذه فرصه ماتياس يضيع هدف اعتقد كان محقق لفائده فريق الرجاء، كان خطا على مستوى التغطيه. فريق اتحاد طنجة لؤي المساوي داخل مسطح العمليات، لكن التغطيه الدفاعيه ممتازه من جنوبنا مره اخرى. زكريا كياني يرفع الكره داخل مسطح العمليات، تدخل الحارس المهدي الحرار، كانت فرصه وقروش
رفعت الكره في القائم الثاني، تدخل بدر بانون، والكره عند اللاعب النيجيري ماتياس لبيصار حليمي ترفع الكره، دي فرصه محاوله امين خماس، البحث عن امكانيه تسجيل هدف ثاني، تدخل ممتاز الحارس امين الواعد اللي كيدخل في الكره الاخيره في الوقت الحكم كيعلن خطا لفائده فريق اتحاد طنجه. الوقت اللي اللاعب المهاجم ماتياس سقط فوق ارضيه، تدخل تقنيه الفار وتقنيه الفيديو. اذا هل كان هناك تدخل؟ هل كان هناك خطا؟ هل هناك ضربه جزاء؟ بعد متابعه الصوره اذا كنقول بان هناك وضعيه تسلل. اذا للدخول في الوقت، هذه فرصه ماتياس، دخول داخل المستطيل العمليات ماتياس، لكن تغطيه دفاعيه حاضره بشكل ممتاز من طرف المدافع زكريا كياني. استرجع كره، فرصه بسرعه عند امين خماس كيمرر، فرصه راسيه مرات جانبا، اسماعيل مقدم كيلعب الكره بالراس، الكره كتمر جانبا من القائم الايسر لمرمى الحارس امين الوعد. نتابعوا من جديد التمريره ديال امين خماس، الكره مباشره كريم جروش، كره كتتصدم بالحائط، تدخل والخطا لفائده فريق الرجاء، تدخل امام محمد مكعزي، البحث عن امكانيه تسديده والكره في يد الحارس المهدي الحر. المراوغه معاذ الضحاك، بحث عن امكانيه التمرير وتدخل التغطيه الدفاعيه كانت حاضره. استرجع كره من جديد، تعود لفائده فريق الرجاء، كره طويله، فرصه ومحاوله عند محمد بولكسود، خروج امين الوعد، خروج الوعد كان خروج موفق، والحكم المساعد رافع الرايه معلنا عن وضعيه تسلل وخطا لفائده فريق اتحاد طنجه. ديال التايمينغ ديال الحارس مهم جدا. اتحاد طنجه هذه فرصه، رفعت الكره داخل مستطيل العمليات، لكن كره خارج ارضيه الملعب، كانت محاوله بواسطه زكريا بقالي في الوقت اللي الناس فقد التوازن، لكن رغم ذلك تمكن من التمرير. معاذ الضحاك، هذه فرصه عند عبد الكريم بعدي، كره طويله عبد الكريم بعدي، دفاع ديال فريق اتحاد طنجه، لكن هناك استباحه. هذه فرصه محاوله لفائده فريق الرجاء، فرصه مرات جانبا، فرصه بواسطه معاذ الضحاك كان بامكانه يضيف هدف الثاني. انسلال كان بشكل ممتاز، تمريره يسدد والكره تمر جانبا من القائم الايمن.